بيبتدي الفيلم مع مجموعة شباب بيقضوا الأجازة بتاعتهم في البرازيل، ويكونوا بيحتفلوا إن ده آخر يوم في الأجازة وهيروحوا لبلدهم بكرة أو هم فاكرين كده، وبيشربوا كحول بكميات كبيرة لدرجة إنهم بيسكروا. ولما المشروب بيخلص بيطلبوا من واحدة اسمها نات إنها تروح تجيب لهم إزازة تانية، وفعلا بتمشي نات علشان تروح البار وتجيب لهم المشروب. ولما بتبعد عن الدوشة بتستغل إن المكان هادي وبتبعت رسالة صوتية لأمها ولأخوها الصغير، وبتقول إنهم وحشوها جدا وإنها خلاص راجعة بكرة. وهنا بيظهر واحد متسول من وراها وبيطلب منها تعطيه فلوس، وبدون تردد بتطلع فلوس من معاها وبتديها له، وبتكون مبسوطة انها بتساعده. ولما بتبص لحالته وبتلاقيه متبهدل بتقول له انه لو جعان هي ممكن تجيب له اكل. والراجل لما بيلاقيها شخصية لطيفة بيبدأ يتكلم معاها وبيعزم عليها بسجارة، وفي وسط الكلام بتاخد بالها من رجله، فبيقول لها ان في سمكة قرش هجمت عليه واكلت رجله. وفي الوقت ده اصحابها بيلاقوها اتأخرت فبيجولها، وبيعيد الراجل كلامه قدامهم وبيحذرهم من القرش، فبيبداوا يتريقوا عليه وبيقولوا له قرش ايه يا راجل يا مجنون. ونات بتكون رافضه اسلوبهم ده في الكلام معاه، والراجل بيقسم لهم انه مش بيكذب، ولكن علشان بيعمل كده بعصبيه بيخافوا منه وبيعتقدوا انه مجنون. وبيجوا ماشيين بيمسك نات من ايدها وبيقول لها خلي بالك من نفسك. وهنا توم خطيب نات بيتدخل وبيبعدوا عنها وبيمشوا من المكان، وبيفضلوا يستمتعوا بوقتهم لحد الصبح، وبيتنقلوا من مكان للتاني، وبيشربوا كتير جدا لدرجه ان السكر بيبقى باين عليهم. والبنات بيروحوا يقعدوا لوحدهم وبيعملوا امور البنات المعتاده، والشباب بيروحوا يطلعوا الجنان بتاعهم في حته بعيد عنهم شويه. وبتكون نات تعبت وعاوزه تروح تنام، فبتقول لها صاحبتها ميلي ان ده اخر يوم ليهم هنا ولازم يستمتعوا لاخر لحظه، وبتفضل تقنع فيها لحد ما نات بتوافق اخيرا. في الوقت ده واحد منهم بياخد باله من زلاجات مائيه واقفه جنبهم، ولكنهم بيلاقوا المكان اللي بيأجر الزلاجات دي مقفول، فبيقرروا انهم يفتحوا الباب وياخدوا المفاتيح ويستمتعوا بوقتهم. ولما الراجل يبقى يجي يبقوا يحاسبوه، وبتعترض نات على اللي هم بيعملوه لان دي تعتبر سرقه. وبيفتحوا الباب اخيرا، وبيدخل واحد منهم اسمه تايلر يجيب المفاتيح بتاع الزلاجات، والباقيين لما بيعرفوا بيجهزوا علشان ينزلوا الميه، وبيقلعوا الكوتشيات بتاعتهم وبيحطوا الموبايلات بتاعتهم فيها علشان ما تتبلش. وبيجي تايلر بالمفاتيح وبيركب ورا توم واحده من الزلاجات، ولانهم سكرانين تايلر بيقع في الميه وبيمر وقت ومش بيطلع، وكلهم بيقلقوا عليه، وبيطلع انه بيهزر معاهم ومفيش حاجه. وكريس صاحبهم الخامس بيعرض على نات انها تركب معاهم، وبتكون متردده، وبيقعدوا يقنعوها انهم لما يرجعوا هيجيبوا لها الشوكولاته اللي هي بتحبها، وبتوافق وبتركب معاهم. ولما بينزلوا الميه بيبداوا يستمتعوا بوقتهم، والشباب بيجروا بالزلاجات بسرعه كبيره، وبيكون كله مبسوط وسعيد الا نات بتكون خايفه من الجنان بتاعهم. لكن الشباب بيغيروا اللعبه وبيقرروا انهم يتحدوا بعض مين اشجع من التاني، وبيروحوا بالزلاجات بعيد عن بعض، وبينطلقوا بسرعه كبيره لحد ما بيقربوا يصطدموا وبيقوموا بعدين في اخر لحظه. وبيكون الموضوع ده ممتع قوي وبيحبوا يجربوه تاني. ونات عماله تصرخ وتترجاهم انهم يوقفوا اللي هم بيعملوه، ولكنهم بيتجاهلوها وبيعيدوا الحركه دي تاني. بتكون النهاية كارثية، وفجأة بنشوف دم في المية، وبيبدأ يصرخ كريس ان رجله اتصابت، وبيتضح ان ميلي مش بتعرف تعوم. وهنا توم بيتدخل وبيمسكها علشان ما تغرقش، ونات بتروح بسرعة عند كريس تجيبه لانه مش قادر يعوم بسبب رجله. وفي وسط ده بيكتشفوا ان تايلر مش موجود، وبيلاقوه فاقد الوعي، فبيروح لتوم بسرعة علشان يجيبه، وبيمسكوا كلهم في الزلاجة وبيحاولوا يطلعوا كريس من المية علشان يشوفوا رجله مالها، وبيلاقوا انها مكسورة والعظمة اتحركت من مكانها. ونات بسرعة بتربط رجله علشان توقف النزيف، وميلي بتطلع تليفونها علشان تتصل على حد وتطلب المساعدة، ولكنها بتلاقي ان مفيش شبكة. فبياخد توم منها التليفون وبيحاول انه يلاقي شبكة، ولكن بدون فايدة. وبسبب انهم اتشغلوا باللعب دخلوا جوه البحر قوي وبقوا بعيد عن الشاطئ، وشوية والموج بيطلع ينزل في المية الاغراض بتاعتهم اللي كانوا سايبينها على الشاطئ. وبكده اي اثر يلفت نظر الناس ان في حد جوه البحر اختفى. ورغم محاولات نات في وقف النزيف الا انها بتفشل، وبيقرروا انهم لازم ياخدوه للمستشفى في اسرع وقت. لكن المشكلة ان الزلاجة التانية بتغرق، ولان عددهم كبير فالزلاجة دي مش هتشيلهم، فبيطلبوا من تايلر وميلي انهم يستنوهم على ما يرجعوا لهم تاني. ولكن توم لما بيجي يشغل الزلاجة بيلاقيها عطلانة ومش راضية تشتغل، فبيقرر انه يبص على المحرك يمكن يعرف يصلح العطل اللي فيها. ولكن المشكلة ان المحرك تحت الكرسي، وبكده لازم ينزلوا كريس تاني علشان يقدروا يفتحوا الكرسي، وبيتعاونوا كلهم علشان ينزلوه بالراحة، ولكن رجله بتنكسر بشكل كامل. وبما ان اللي حصل بيكمل توم وبيشيك على المحرك،
المحرك لكنه ما بيكونش فاهم فيه، وبيلاقي ان المحرك نفسه عليه غطا تاني ومقفول باحكام. وهنا بيصرخ كريس لان الالم زاد عليه وما عادش قادر يتحمل ولازم يرجعوه فوق تاني بسرعه. وفي الوقت ده بيكون في عامل نظافه موجود على الشاطئ، وبتحاول نات تعمل انعكاس بالموبايل بتاع ميلي يمكن حد يشوفهم، ولكن العامل بيلاقي الارض مليانه زباله فبيغضب من الفوضى وبيسيب المكان وبيمشي. وفي الوقت ده بيلاحظ توم ان الميه بتسحبهم لجوه، وبيقول ان كان في برج على شمالهم ودلوقتي اختفى. وكريس بيكون العطش نال منه وبيقرر يشرب من ميه البحر، وكلهم بيحاولوا يمنعوه لان ده هيعطشوا اكتر. كلهم بيكونوا مشغولين معاه الا نات بتكون مشغوله في حاجه تانية، وبتكون فاتحه الموبايل بتاع ميلي وبتلاقي عليه صور ليها هي وخطيبها مع بعض. وتوم لما بياخد باله بيحاول ياخد منها التليفون بسرعه، وده طبعا عشان يداري على عملته الزباله. وبيتخانقوا مع بعض على التليفون لحد ما بيقع في الميه، وتوم بينزل الميه بسرعه علشان يلحق التليفون. وميلي بتحاول انها تعتذر لكن نات ما بتقبلش منها اي كلام. وتوم بيكون وصل للقاعه وبيشوف التليفون لكن بنلاقي وراه في الخلفيه السلام عليكم. وباقي الشباب بيفقدوا الامل ان توم ممكن يلاقي التليفون. وفجاه بيطلع ان ده توم وكان بيهزر، وميلي من الخضه بتطلع على الزلاجه. وفي وسط ده كله نات بتكون زعلانه من اللي عرفته، وميلي بتحاول تعتذر منها تاني وبتقول لها انها كانت سكرانه وهو كمان كان سكران، وبتقول لها انها عرفت منه ان علاقتهم فيها مشاكل وانها مش اول واحده يخونها معاها. في الوقت ده تايلر بيقول انهم لما كانوا بيلعبوا بالزلاجات عدوا من جنب مركب، والامل الوحيد انه يوصل للمركب دي ويطلب المساعده، وكلهم بيحاولوا يمنعوه لان ده فيه خطر كبير عليه، لكنه بيقرر انه هيضحي علشان كريس مش هيقدر يتحمل. وكلهم بيتمنوا له حظ افضل وبيبدا يعوم في اتجاه القارب. مجرد ما بيبعد شويه ميلي بتاخد بالها ان في قرش رايح ناحيته، وكلهم بيبداوا يصرخوا علشان يحذروه لكن تايلر مش بيسمعهم. وفجاه بيختفي القرش من عند تايلر وبيظهر جنبهم، وتوم بيحاول يطلع على الزلاجه ومن الخوف بيوقعهم كلهم في الميه. وبكده بقوا وجبه سهله للقرش، لكن من حسن حظهم ان اسماك القرش بتدرس الوضع الاول قبل ما تهجم، وميلي بتستنجد بيهم حد يلحقها لانها مش بتعرف تعوم. فبيروح توم علشان ينقذها وبيطلعها على الزلاجه، ونات بتحاول تنقذ كريس لكنه تقيل جدا عليها فبتطلب المساعده، وبينزل توم بسرعه علشان يساعدها. وفجاه القرش بيجي بسبب الدم وبيهجم على كريس وبيسحبه، وبتكون الساعه بتاعته شابكه في شعر نات وبالتالي بيسحبها معاه. وتوم بينجو بنفسه وبيطلع من الميه، والقرش علشان يستمتع بفريسته بينزل لتحت الميه، وده بيزيد من المقاومه والساعه بتتقطع اخيرا. وبتطلع نات بسرعه على وش الميه وبتعوم للزلاجه وبتطلع عليها. وفي الوقت ده تايلر بيكون مكمل طريقه في اتجاه المركب اللي شافوها قبل كده، واخيرا بيوصل لعندها. وفي وسط كل ده نات بتسيب كل حاجه وبتقول له خنتيني مع كام واحده قبل كده. الصديق المشاهد ما تستغربش، ده هي كده بنت طبيعيه. عارف لو ما كانتش سالت السؤال ده في الوقت الغلط ده انا كنت قلت ان عندها مشكله. وتوم بيقول لها 2 غير ميلي، احلى حاجه فيك الدقه. ونات بتقول له امال ليه لسه مكمل في العلاقه لحد دلوقتي؟ فبيقول لها علشان بحبك. ولما بتقول له انه كذاب بيلومها انها السبب، وانها عماله تساعد كل اللي حواليها وطيبه زياده عن اللازم، ومش دي الشخصيه اللي هو بيحبها. اكيد بتهزر. وبنرجع لتايلر اللي لسه مكمل في اتجاه المركب، وبيكون التعب اثر عليه وبيبدا ينده على الشخص اللي في المركب، ولما مش بيسمعه بيكمل عوم. بيقف تايلر في مكانه من الخوف وبيبدأ يشوف القرش راح فين، وهنا القرش بيهجم عليه فبيصرخ تايلر بأعلى صوت والراجل أخيرا بيسمعه، ولكن بعد فوات الأوان. لا يا معلم مفيش حاجة، كنا بس بنفكرك انك ناسي السندوتش بتاعك. وبنرجع للباقيين اللي الحر مع العطش بيكونوا مقصرين عليهم، وميلي بتستسلم وبتقرر انها تشرب من البحر، ونات رغم انها مش طايقاها الا انها بتمنعها وبتقول لها على طريقة علشان تبل ريقها. وبعد فترة الشمس بتغرب وبيرتاحوا من الشمس وبيجي وقت البرد، وبعد كام ساعة نات بتاخد بالها ان في نور بعيد وبيصرخوا بصوت عالي علشان مصدر الضوء يسمعهم. وتوم بياخد التليفون وبيقيد الكشاف بتاعه وبيحاول يشاور بيه يمكن يشوفوهم، ولكن للأسف مفيش حد بيستجيب ليهم. وهنا بيقرروا ان لازم حد منهم ينزل يسبح في المية لحد لما يوصل لمصدر الضوء ويطلب المساعدة. وبديهيا ان هما 2 بنات وراجل، فبالتالي ان الراجل هو اللي هيقوم بالمهمة دي. وبيستجمع توم شجاعته وبينزل للمية، ومجرد ما بيسمع صوت جنبه بيترعب وبيرجع تاني للزلاجة. وبما ان ميلي مش بتعرف تعوم بتقرر
نات انها هي اللي هتروح، وبتنزل للميه بهدوء وبتعوم في اتجاه مصدر الضوء. ولما بتقرب منه بتلاقيه واحد ميت وفي اجزاء من جسمه متاكله، وبتدخل نات في نوبه هلع وبتفقد السيطره على نفسها. وهنا بيتدخل توم وبيروح يجيبها تاني للثلاجه. اخيرا عملت حاجه مفيده. وبتحكي لهم نات على اللي شافته وهي مرعوبه، وبتقول انه تقريبا بحار القرش هجم على المركب بتاعه لانه كان لابس سترة نجاه وكان في حطام مركب جنبه. ولما بيطلع النهار بيشوفوا كل حاجه بوضوح. وبتقترح نات انهم يستخدموا الواح الخشب ويقدفوا بيها. وبتقول ميلي انها محتاجه سترة النجاه لانها مش بتعرف تعوم، وبالتالي هتنفعها لو وقعت في الميه. ولما بيقربوا جثه الشخص الميت منهم محدش بيقدر يقرب منه، وكالعاده نات هي اللي بتتصرف وبتاخد منه السترة وبتعطيها لميلي. وبيبداوا يقدفوا بالخشب، وبالفعل الزلاجه بتتحرك ولكن بشكل بطيء جدا، بس احسن من مفيش. وبكده اصبح في امل والحياه بدات تحلو من تاني. بس القرش يسكت، ولما بيهجم عليهم بتيجي العضة في الخشبة، ولكنه بيهجم للمرة التانية والمرة دي بتيجي في رجل توم. ونات بسرعة بترد الهجوم على القرش والقرش بينسحب، وبعدها بتربط رجله علشان توقف النزيف. وبتقول له انهم لازم يشغلوا الزلاجة دي بأي شكل، لكن ميلي بتقول انهم بالفعل حاولوا يعملوا كده ومعرفوش. ولكن نات بتصر انها لازم تتصرف وتشوف حل، وبيتحركوا بشكل منظم وبهدوء علشان الزلاجة ما تتقلبش بيهم. وبتبدأ نات تبص على المحرك، وفجأة ميلي بتشوف القرش بيحاصرهم وبيستعد للهجوم. فبيرجعوا لأماكنهم بهدوء وبيمسكوا كويس علشان لو هجم، ولكنه مش بيهجم وبينزل تحت المية. وبيستغل القرش الفرصة وبيهجم على توم، والغريب انه بيعضه بس ومش بياكله. وتوم بيصرخ من شدة الألم، فبتروح له نات بسرعة وبتشده ناحية الزلاجة وبترفعه عليها، وبتدور على ميلي مش بتلاقيها. ولحسن الحظ انها لبست سترة النجاة، وبتقرب بسرعة من الزلاجة. ونات بتساعدها علشان تطلع، ولكن القرش بيكون أسرع منهم وبياكل نص جسم ميلي. وفي وسط صراخ توم اللي بينزف بكميات كبيرة وعلى وشك يموت، وصاحبتها اللي نصها اتاكل وكده بقى كلها، نات أعصابها بتنهار وبتعجز عن التفكير. ولكنها بتشجع نفسها وبتقول انها مش هتستسلم، وبتفتح غطا الكرسي وبتحاول انها تكسر غطا المحرك. وبيكون توم بدأ يفقد وعيه بشكل كامل، فبتتكلم معاه علشان يفضل فايق ومركز. ولما بتشيل الغطا بتلاقي خرطوم البنزين مقطوع، وعلشان توصله ببعضه تاني لازم وصلة. وهنا بتفتكر ان سترة ميلي كان فيها الانبوب اللي بينفخوا بيه السترة، والحمد لله القرش طلع محترم واكل ميلي بس وساب السترة. وبكده نات لازم تنزل المية تاني علشان تجيبها، ولكنها علشان فايتر بتاخد حتة حادة من الغطا اللي كسرته، وبتنزل للمية وبتوصل عند السترة وبتاخد منها الأنبوب. وبيظهر القرش من جنبها، ولكنه بيتجاهلها وبيروح ناحية الزلاجة. وتاري المكار بيبعد عنها أي حاجة ممكن تحتمي فيها، وده علشان يستفرد بيها. فبتطلع نات سلاحها وبتستعد. ولما توم بيبكي انها ماتت بتطلع لسه عايشة، ولكن بيكون واضح انها اتصابت اصابة خطيرة. وبتوصل الخرطوم ببعضه، وبعدها بتعدل توم وبتخليه يمسك فيها. ولما بتشغل الزلاجة بتشتغل اخيرا وبتتحرك ناحية الشاطئ، ولكن بسبب ان الوقود مش واصل بشكل سليم بتكون حركة الزلاجة بطيئة وغير منتظمة. وبتكون نات سعيدة انها اخيرا شايفة الشاطئ، ولكن توم بياخد باله ان القرش بيقرب منهم بسرعة كبيرة وبيهجم على الزلاجة وبياكل منها حتة. وده بيؤدي ان الزلاجة بتفقد توازنها وبتبدأ تغرق. ونات بتقول ان الوقود مش هيوصلهم للشاطئ، فبيقول لها توم ان وزنهم تقيل، وبيقول لها انه بيحبها وبيرمي نفسه في المية. ونات بترجع له وبتترجاه ما يعملش كده، فبيقول لها تمشي. والقرش بيخلص عليه قدام عينيها، فبتتماسك وبتكمل ناحية الشاطئ. ولما بتقرب من الشاطئ الصخور بتضرب الزلاجة من تحت وبتفقد توازنها وبتقع في المية. ورغم انها قربت تلمس الارض وعلى وشك تطلع، بس القرش بيكون عنيد. وبكده يكون الفيلم خلص. بس تفتكروا نات اكتر حد منهم كان يستحق يعيش، ولا كان في حد تاني احق منها؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات. ولو الفيلم ده عجبكم فالملخصات دي اكيد هتعجبكم. وسلام.